السلام عليكم شباب، فيديو جديد. عندي هذا الصبغ قلت اصبغ القفص مال طير الحب. عندي هاي اللونين، هذا الصبغ باقي عندي. هسه قلت اصبغ بيه هذا القفص. هاي اسفنجة موجودة عندي، ما عندي فرشة الاسفنجة واصبغ هذا القفص. راح اصبغه شوي غير شكله. هسه اصبغه واكمل واراويكم النتيجة شلون راح تصير. ابقوا ويانا. راح اخبطهن. هسه مثل ما تشوفون ضفت الصبغ، راح شوية اضيف عليه مي على مود اخففه بالمي شوية. عمود هسه اطلع الطيور، هم اطلعهن خليني بذاك القفص بين ما اصبغ وارجع ارجعهن. شوفوا هسه هذا هيجي لونه. هذا راح اصبغ بيه الظهر، والواجهية والصفاح راح اصبغه باللون الاصفر. هسه اكمل واراويكم النتيجة ان شاء الله. عندي هذا البيت ابو البيض مال هاي المويه، مال هاي المويه صارت قاعدة. انا دا اشتغل دا اصبغ كان يوقع البيت، فاثاري شوف هاي المعاكسة مال بقالة عريضة، الكليبس ما يوصل، الكليبس ما يوصل، فدقيت هاي الفايبرة خليتها على المعاكسة وخليتها على الفايبر. شوفوا هسه صارت قوية. كملت الشغل هسه بس ارجع الطيور، اطلع برا اصور لكم الصبغ شلون صار. يعني شباب هاي كمل الصبغ. شوفوا هذا الواجهة صار اصفر. انا الصبغ موجود عندي، يعني كان اختاريت غير الوان، بس الصبغ موجود عندي بالبيت ما اشتريت يعني. وهاي المعاكسة بالوجه صارت لون احمر. شوفوا وهيجي لمعتها بالاصفر. شوفوا بس طلع كلش حلو. شوفوا هسه نرجع لطيور الحب. هسه عندي هاي الأماية الطيرة كبيرة نايمة على هاي البيضتين. هي بيضت هناك 3 بيضات صارن او 4 ما اعرف يعني كسرن. هسه صفت على البيضتين جاي تنام عليهن. شوفوا هاي الأماية الكبيرة هسه نطلعهن. خليتهن بهاي الخانة، هسه راح ارجعهن واصورهن. هسه عندي هاي الطيرة اول وحدة، هاي الطيرة هولندية والعيون الحمر. هاي قلت لكم عليه جاي تحفر. وذني عندي طيرة وفحل، ذني طيرة وفحل زوجات. هاي طيرة وفحل زوجات. وذني من عندي طيرة وفحل زوجات، ذني هم زوجات. هاي ما بقى له شي بيض. هاي دي بعد صغيرة ما مبينة طيرة لو فحل، بس على اكثر هذا اللون يطلع عندي طواير على المايه، فبعدها ما اعرف مختلفة صغيرة تطلع طيرة فحل ما اعرف، بس على اكثر طيرة مثل ما قلت لكم. عندي هاي بيضة وظهرها وصدرها بطنها بزراق. هاي هم تطلع طيرة صغيرة، هاي بعد هم مختلفة مال اخير وجبة، هم تطلع عندي طيرة. هذا هم عندي المخلف مال اخير وجبة، هذا يطلع فحل. شوف هذا بلون اللي بيطلع فحل. وهذا اخر واحد، هذا فحل، هذا زاوج امه، زاوج هاي الطيرة، لان شفتني زاققا والبيض فحصت وحدة مخصبة بيها فرخ، يعني هذا الفحل زاوج امه، زاوج ذيك الطيرة. هذا اخر واحد. هنا هسه عندي
اذا هاي قلت لكم على تطلع طيرة، يعني عندي 6 واير، 6 واير واربعة اي صح، 6 واير واربعة فحل بهذا القفص. شوفوا ذني 1 2 3، وهذا الازرق الرابع، رابع فحل. ها شوفوا هذا كمان القفص. ها خليت هاي المعاكسة هنا، الاكل وما جوا بعيد عليهن ما ينزلن، يخافن ينزلن، فصعدت على هاي التريشة. ايه صارت قربت عليهن، شوفوا هاي المسافة، قربت عليهن احسن. لهنا وينتهي الفيديو، لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة.